كلنا بيجي علينا وقت بنحس اننا واقفين مكاننا، بنحاول بس مفيش حاجة بتتحقق. بس اللي لازم نعرفه ان النجاح مش اننا ما نغلطش او ما نقعش. النجاح الحقيقي هو اننا نقع ونتوجع ونتعلم ونكمل تاني. يعني مثلا ده طاهر محمد طاهر من شهور بسيطة كان بيمر بفترة صعبة جدا، الدكة بقت بيته والسوشيال ميديا ما خلتش كلمة سلبية ما اتقالتش عليه. ما بيعرفش يلمس كورة، ملوش فيها، كلام يهد جبال. بس طاهر اشتغل في صمت، ركز على حلمه وما سمعش لكل ده، والنتيجة حاليا طاهر بيسجل هدف مع الاهلي في نص نهائي دوري ابطال افريقيا. ومش هبالغ لما اقولك انه بقى واحد من اهم اللعيبة في سكواد الاهلي حاليا، وكل الناس اللي كانت بتهاجمه بقت اول ناس بتشيد بيه. عشان كده عايزاك تعرف ان ممكن وقت ما نقع منلاقيش حد حوالينا، لكن اول ما هتنجح هتلاقي الكل حواليك وبيتكلم عن انجازاتك. فما تحكمش على نفسك في لحظة ضعف وما تخليش حد يقلل من حلمك. كمل وصدق حلمك واشتغل في صمت زي طاهر واكيد هتوصل. وللي ما يعرفنيش فانا جنى وائل بنت الاهلي، بحاول اصدق حلمي عشان ان شاء الله في يوم هوصله وبس كده.